افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي، ولكن القصة الحقيقية مش في الافتتاح. لو رجعنا كده ورا سنة 2006 القاهرة واقفة 83 طن تمثال رمسيس الثاني بيتنقل من ميدان رمسيس لمكانه الجديد في المتحف المصري الكبير. شوارع مقفولة، ملايين المصريين في الشوارع، كلهم بيشوفوا لحظة تاريخية. مش بس تمثال بيتنقل، ده تاريخ 7000 سنة بيتحرك. بعد ما العالم كله قال إن ده مستحيل، ده صاحب الفكرة المصري الدكتور أحمد حسين اللي سكت العالم كله وعرفهم قيمة المصريين وعلمهم. بعد سنين من الشغل، آلاف العمال، مهندسين، فنيين، كل واحد فيهم حط جزء من روحه في المكان ده. في اللحظة دي لما المتحف خلص، شوف وشوشهم، الفرحة، الفخر، الدموع. دول مش بس عمال بنوا مبنى، دول ناس كتبوا تاريخ بإيديهم، حافظوا على تاريخ 7000 سنة بعرقهم، بنوا أكبر متحف أثري في العالم. ومن غيرهم كان المتحف ده مجرد حلم على ورق. دلوقتي المتحف المصري الكبير واقف 100,000 قطعة أثرية، أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، على مساحة 500,000 متر مربع. كنوز توت عنخ آمون كلها في مكان واحد لأول مرة. كل حاجة المصري القديم سابها لنا. المكان ده مش متحف بس، ده شهادة إن المصريين لما بيحلموا بيحققوا. الافتتاح كان عظيم، ولكن العظمة الحقيقية في 83 طن اللي اتنقلت بأمان، في العمال اللي فرحوا لما شافوا حلمهم بيتحقق، في كل مصري شارك في اللحظة دي. المتحف الكبير مش إنجاز حكومة بس، ده إنجاز شعب، إنجاز ناس قررت إن تاريخها يستاهل الأفضل. مصر عندها تاريخ عظيم، ودلوقتي عندها متحف على قد التاريخ ده. المتحف المصري الكبير مش مجرد مبنى، ده إرث، ده فخر، ده مصر.